السلام عليكم ورحمة الله. في هذا الفيديو غادي نهضروا على قاهرة المرتزقة واللاعب الرئيسي في بطولة تبندير اللي منظمها المغرب في المنطقة العازلة. وهذا الدرون اللي غادي نهضروا عليه فنقدروا نقولوا انه كيتعتبر كجيم شينجر بالنسبة للمغرب، وتحديدا في مواجهة مرتزقة الدويلة العدو، وهو الدرون المسلح من نوع بيركدار تي بي جوج. المغرب صراحة فهو عرف شنو يختار باش يقدر انه يدير الحرب الجديدة اللي اعلنتها علينا الجزائر في سنة 2021، واللي كانت باغيه الدويلة العدو كحرب استنزاف اللي توقف بها النمو الاقتصادي المغربي، وفي نفس الوقت تضعف حتى من قدرات الجيش المغربي، اي ابتداء من الموارد البشريه حتى لاستهلاك المعدات العسكريه في حال سلاح الجو والمروحيات والمعدات البريه والذخيره. يعني كانوا كيتخيلوا ان اعلان حرب 2021 غادي يرجعنا الحروب العصابات اللي كانت في الثمانينات، واللي في ذاك الوقت فهي فعلا كنا موجهين لها ميزانيه ماليه كبيره، زائد كان استهلاك كبير للمعدات العسكريه والذخيره، وبالتالي فقواتنا المسلحه قدرات في 2021 انها تواجه حرب الصحراء المغربيه الثانيه بكل احترافيه وبدون خسائر وحتى بدون اي تغيير في النفقات. واقتناء المغرب للدرون التركي من نوع بيركدار فهو خلانا ندمجوا ما بين درون بتكاليف طيران وذخيره رخيصه مع طيارين ومخططين مغاربه محترفين. زائد البيركدار فهي مسيره اللي عندها بصمه راداريه صغيره بزاف، وبالتالي الدويله العدو كتلقى واحد الصعوبه كبيره بزاف انها ترصدها، حيث واخا الدويله العدو مركزه عده رادارات رصد جوي زائد رادارات ديال الانظمه الدفاع الجوي ديالها وكاملين مراقبين غير الصحراء المغربيه، فنقدروا نقولوا ان هاد الرادارات ما قدراتش على انها ترصد المسيرات المغربيه، حيت كون كانت الدويله العدو كترصد الدرونات المغربيه فهما كانوا غاديين يعلموا المرتزقه بالمواقع ديال تواجد الدرونات، وملي غاديين يعلموهم بالمواقع اللي فيها الدرون فهما غاديين يسهلوا على المرتزقه عمليه التحرك في المنطقه العازله. لكن اللي واقع ان المرتزقه كيمشيو عميين للمنطقه العازله، ومع كيتوغلوا فيها شويه فهما كيتقصفوا بلا ما يعرفوا منين جاتهم الضربه، حيت ببساطه الدويله العدو اللي كتخطط وكتصيفط المرتزقه فهي براسها عاجزه على رصد الدرونات. درون بيركدار فهو كيقدر يبقى في الجو لوقت طويل واللي كيوصل حتى ل 27 ساعه متواصله، زائد كيهز حموله ديال 4 ديال الصواريخ، وهي حموله جد ممتازه بالنسبه للدرون اللي صغير في الحجم. اما نطاق التحكم في الدرون من مركز القياده والتحكم فهو كيوصل ل 300 كيلومتر، وبالتالي فمسيرة بيركدار وبعمل مشترك مع مسيرة هيرون المغربيه واللي كنخدموها في مهام رصد الاهداف عبر الرادارات والانظمه البصريه، فهاد جوج دايرين خدمه نقيه في المنطقه العازله، وكيرصدوا الجيردان ديال المرتزقه في المنطقه العازله ثم كيتبعوها بعمليه تبندير. الخلاصه ان قواتنا المسلحه الملكيه وبكل احترافيه فهي قدرات على انها تقضي على خطه الدويله العدو في اشغال المغرب بحرب الصحراء الثانيه عبر حروب العصابات والاستنزاف الاقتصادي والعسكري. وبالتالي فقواتنا المسلحه حولت خطه الدويله العدو من الاستنزاف الى ربح المكاسب المختلفه، وهي مكاسب على الارض عبر تحريم المنطقه العازله وجعلها مغربيه بدون مناقشه، زائد المكاسب السياسيه والاقتصاديه. حتى لنا غادي يكون الفيديو سهله، نتلاقاو في الفيديو القادم، مع السلامه.